حلم بالنسبه لي، نفسي اشوف فريقي اللي انا بحبه بياخد ابطال افريقيا. نفسي اشوف واحد عمري ما شفت، كان اسطوره من اساطير نادي الزمالك، حازم حماده حريه امام. كان اسعد يوم في حياتي ان انا اقف قدام فخامه السيد رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا عانيت في الدراسه كتير، كانوا بيضربوني بسبب الظروف الصحيه، ما كانوش مقدرين الحاله الصحيه اللي انا فيها. ابتديت أشجع الزمالك من 2007 أما أبويا الله يرحمه خدني استاد القاهرة مباراة الزمالك وإنبي الشهيرة بتاعت 2-1، الجون بتاع كابتن أسامة حسن والجون التاني البروتوسر عمرو زكي. ومن ساعتها بقيت أحب نادي الزمالك، ده حب من الطفولة، بحبه بقدره حتى لو بيزعلني. نادي الزمالك اسم كبير، يعني فيه عظماء وأساطير لبسوا التيشيرت السيد كابتن عبد الحليم علي عبد الواحد، السيد شيكابالا، حازم امام وحماده امام، عمرو زكي، اجيال ورا اجيال بتلبس التيشيرت ده، بتحب نادي الزمالك، بتخلي جمهور نادي الزمالك بيحب اللعيبه دي. انا خريج نص معلومات اداريه، بس انا بحب كره القدم من زمان، وانا عندي 7 سنين كنت بتفرج على الاستوديو التحليليه وبتفرج على الناس اللي بتقعد، كابتن مدحت شلبي، الكابتن احمد شوبير، الناس اللي بتقعد جوه الاستوديو، الكابتن ايمن يونس الغزال الله يرحمه المرحوم، الكابتن ابراهيم يوسف، كابتن مجدي عبد الغني، الكابتن حسين امام، ناس كتير، فحبيت التحليل. فبعد كده في 2011 كان عندي 11 سنه لقيت الكره العالميه، وكان بيطلع ملك التحليل الكابتن تامر بدر، فكل اسبوع كان يوم كل اتنين بيطلع في الكرة مع كرة في تريم مع الكابتن خالد الخنطور فندق الكرة المصرية. كنت بستنى التحليلات اللي بيقولها. اتجهت بقى في مجال الكرة، خدت كورسات تحليل في جنس نيوز مع ملوك التحليل الكابتن تامر بدر والكابتن احمد عز، خدت في الاعلام المرئي والمسموع مع الكابتن طارق رضوان، وحاليا باخد كورس مع الكابتن حسن البلتاكي، كبير محللين كرة القدم في العالم والكرات الثابتة والتكتيك والفتنس وكل حاجة. شايف ان انا ابقى احسن محللين العالم في الوطن العربي، ونفسي ان انا احلل مباريات كرة القدم كتير، التكتيك، افكار المدربين، كل حاجة في كرة القدم. انا بحلم ان انا اشتغل جوه نادي الزمالك، بس صعب لو جالي ان انا اشتغل في النادي الاهلي، لان نادي الزمالك حب مش انتماء، حب من الطفولة. طول حياتي وانا بحب نادي الزمالك من ايام ابويا الله يرحمه، واخويا اهو بيكمل مسيرة ابويا. اكتر لحظات ساعدتني في نادي الزمالك او عشتها مع نادي الزمالك هم لحظتين: السوبر الافريقي والدوري ال15. السوبر الافريقي كان كل طالع عمال يقول الزمالك هيخسر بسكور، الزمالك هيروح وهيرجع من غير الكاس وكل حاجه. اللعيبه راحت صممت ان هي تجيب الكاس، وقد كان الزمالك رجع بطل السوبر الافريقي. الدوري السنه دي رغم المشاكل اللي قابلت نادي الزمالك وافريقيا ولعيبه وقضايا، اللعيبه صممت ان هي تساعد ملايين من جماهير نادي الزمالك واسعادهم بالدوري ال15. كان اسعد يوم في حياتي ان انا اقف قدام فخامه السيد رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قانون باختلاف النسخه ال5. كان حلم حياتي ان انا ابقى عضو من اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، ورئيس الجمهوريه قال للكابتن حسين لبيب اعمل له العضويه، وقد كان الكابتن حسين عمل لي العضويه. وده نستناه من سنه للسنه ان احنا نقابل فخامه السيد الرئيس، لنا حلم، لنا مطالب، الرئيس الجمهوريه رئيس بلدنا بيحققها لنا سنه بسنه. الماتش ده ما ننساهوش، نهائي القرن الزمالك والاهلي، كاس دوري ابطال افريقيا 2021 او 2020، اما الزمالك كان بيلعب نادي الاهلي، وكان ماتش واحد نت بنت، وكنا متعادلين، وفي كاس الكوره ضاعت مننا من سيسو واللعيبه، ولكن قدر الله ما شاء فعل، البطوله راحت. نفسي ان احنا نحقق بطوله افريقيا، لان بطوله افريقيا دي حلم بالنسبه لي. نفسي اشوف فريقي اللي انا بحبه بياخد ابطال افريقيا. انا ما شفتش الزمالك نهائيا بياخد دوري ابطال افريقيا، وده حلم من احلامي ان احنا نادي الزمالك يحقق دوري ابطال افريقيا. الزمالك بيمثل السعاده كلها، تكسب فتفرح، تخسر ما تزعلش عليه، بيبقى فيه صروف. نادي الزمالك من اعظم الحاجات اللي حصلت لي، اللي انا بشجعها بالبطولات، باللعيبه، باللي بيقدروا تيشيرت نادي الزمالك وحبوه، زي الكابتن حماده امام وحسين امام والكابتن شيكابالا والكابتن كمال عبد الحميد، الناس اللي قدرت نادي الزمالك وحققت له بطولات. حياتي كلها بتدور جوه نادي الزمالك.
حتى موبايلاتي كلها زمالك. ادي تليفون فيه شعار الزمالك، والتليفون التاني ده حب من الطفولة. دي مش شعارات، دي حقيقة. أنا بحب الزمالك ومعجون الزمالك وحياتي كلها زمالك. حتى أخويا زملكاوي وهو اللي بيكمل مسيرة أبويا الله يرحمه. أجمل لحظات بينه وبين أخويا في عشقنا لنادي الزمالك الدوري ال14 بعد وفاة أبويا، كان ماتش الزمالك والاتحاد السكندري، ورحت أنا وهو ساعة استلام الدرع في استاد القاهرة في التالتة يمين، وشجعنا النادي بإخلاص زي ما احنا متعودين. ومباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة بتاعة دور ال15 بتاعة اسبرنت شيكو بانسا وتمرينته لإخوان بسيرة وإحراسه لهدف الفوز. نفسي أشوف واحد عمري ما شفت، كان أسطورة من أساطير نادي الزمالك وابن حد من أساطير نادي الزمالك، حاسم حماتة حرية إمام. أنا شفت نجوم كتير ولاعيبة كبيرة ورموز كبيرة من نادي الزمالك، أما الكابتن حاسم حماتة حرية إمام ده أنا نفسي من ساعة ما دخلت نادي الزمالك إن أقابل حاسم إمام. كابتن حاسم إمام أول ماتش أحضره ساعة اعتزاله، أما وفاكر الهداف اللي احنا هدفناه عشان وقلنا حاسم يا امام يا حبيبنا اوعى تمشي وتسيبنا. انا بحلم بافريقيا ان الزمالك ياخد بطوله ابطال افريقيا، البطوله اللي انا عمري ما شفتها جوه نادي الزمالك، واللعيبه دي والجيل ده يقدر بالشباب بالكواليتي اللي موجود في نادي الزمالك، اللعيبه دي ممكن تقدر السنه دي تاخد ابطال افريقيا. اداره نادي الزمالك الله يكون في عونكم على الحمل الكبير اللي بتواجهوه من ايقافات كيت وازمات ماليه، فالله يكون في عونكم. اتمنى ان انتوا تحافظوا على فريق كرة القدم وتدعموه على قد ما تقدروا بصفقات بلعيبه، على قد ما حضراتكم تقدروا. لو ما قدرتوش تحافظوا تدعموا اللعيبه، حافظوا على الكواليتي، حافظوا على اللعيبه. في شباب طالع زي محمد ابراهيم، احمد الخضري، محمد السيد، ايمن، امير عبد العزيز، ده مهاجم مصر الاول القادم بعد مصطفى محمد. فحافظوا على الكواليتي اللي موجود جوه نادي الزمالك بالشباب وباللعيبه الاساسيه. اداء مصر اداء مسهل، اداء الناس كلها سعيده. الناس اللي كانت بتقول حسام حسن ومنتخب مصر في مجموعه كاس العالم هيخرج في حصاله، لا، الناس بقت سعيده باداء منتخبها واداء بلدها. اما الكابتن حسام حسن، انا قلت قبل كده لكل اسطوره تاريخ ولكل تاريخ اسطوره، والكابتن حسام حسن اسطوره الكره المصريه كلاعب هداف تاريخي لمنتخب مصر وكمدرب عظيم من عظماء مدربين منتخب مصر. مفيش حد مدرب مصري عمل الانجاز اللي الكابتن حسام حسن عمل، لا الكابتن محمود القهري رحمه الله عليه والمعلم الكبير حسن شحات. حسام حسن خلى مصر توصل دور ال16 بأداء رائع في 4 مباريات، خلى العالم كله تتكلم عن المنتخب. توقعات مباراة مصر والأرجنتين فوز مصر 2-1. أنا قلت قدام فخامة الرئيس والكابتن حسام حسن كان قاعد قدامي، قلت إن مصر هتنافس على كأس العالم، وما زال بقولها مصر هتنافس على كأس العالم. كابتن فتوح، الكابتن حسام عبد المجيد شرفتوا نادي الزمالك كلاعيبه نادي الزمالك، عملتوا اللي عليك. كابتن فتوح قدر الله ما شاء فعل بسبب اصابتك، وان شاء الله ترجع في الدور الثمانية والادوار اللي بعد كده. انا لحد دلوقتي سامع ان هو بيتأهل كويس، انه ممكن يلحق دور الثمانية. اما الكابتن حسام عبد المجيد هيبقى اساسي في ماتش الارجنتين، ده احساسي، وغير كده هيوصل مصر بعيد مع منتخب مصر، هيبقى انجاز لنادي الزمالك وكجمهوره وكلاعيبه نادي الزمالك اللي موجوده في منتخب مصر. الصعوبات اللي بقابلها التنمر، ان انت تروح الاستاد حد يقابلك يقولك انت هتخسر، فدي الصعوبات ان انت تقابل. ممكن يقولك انت مش ما بتشجع الزمالك، مش ناوي تغير. اقول له شادية قالت كلمه ولحد دلوقتي بقولها لهم، شادية قالت القلب يحب مره ما يحبش مرتين، ونادي الزمالك القلب والعمر والحب الكبير بالنسبه لي. انا عانيت في الدراسه كتير، كانوا بيضربوني بسبب الظروف الصحيه، ما كانوش مقدرين الحاله الصحيه اللي انا فيها. كان كل حد ما يعرف ان انا زملكاوي كانوا بيقعدوا يضربوا فيا جامد وبيضربوا
والضرب بأسى بس عشان نادي الزمالك. انا كنت ساعات بخاف ان انا اقول ان انا زملكاوي، تغلبت عليها بالصبر وعارف ان ربنا منتقم جبار ما بيسيبش عقوق حد. لا دخلت المعهد الموضوع ما كملش، حتى مره دكتور اهلاوي قال انا قبل كده واحد جه في لجنه امتحاناتي لابس تيشيرت نادي الزمالك، رحت قعدت جبت كورس وقعدت جنبه وعمال اضحك عليه ان هو لابس تيشيرت نادي الزمالك. فاي حد كان بيشوفني في المعهد زملكاوي واشوفه اهلاوي، كان الاهلي ساعتها كان بيقع ايام المعهد، وكان الاهلي ساعات كان بيخسر من الزمالك وبيراميدز ايام شاسوارتو فيريرا وايام العاصمه بتاعت من 2014 لحد وقتنا هذا. كنت بحفل ان الزمالك اهو بيكسب وبيحقق حاجه ويمكن يحقق حاجه، فعادي بالنسبه لي ايام المعهد. التنمر بالنسبه لي حاجه من كبائر بالنسبه لي، فازاي ان انا اتنمر على حد؟ لكن التحفيل بالنسبه لي عادي، احفل على حد، اقول الزمالك قاتم هنصلي اوفياء. كان في سنه من السنين كنا بنلعب فيها نهائي القرن، ففي دكتور في الجامعه حبيبي كنت بقول له هنكسب بطوله افريقيا، فقال لي لا، وكان هم اللي كسبوا البطوله، بس قال لي حضرتك انتوا لعبتوا ماتش ولا اروع واحنا ما كناش، بس هي ايه الكوره مكسب وخساره، الهزار في الكوره عادي ولكن التنمر ده مش عادي. اتوقع ان نادي الزمالك السنه الجايه ينافس على بطوله ابطال افريقيا، الحلم اللي انا مستنيه العب نهائي افريقيا واخد البطوله الاولى بالنسبه لي في حياتي، وبرضه العب على الدوري، يعني العب على الاثنين زي ما لعبت السنه اللي فاتت على الكونفدراليه والدوري، العب السنه دي على ابطال افريقيا والدوري. شون ادوار عمل اللي عليه، مشرف على الكوره بدرجه مدير كوره او لجنه كوره. شون ادوار عمل سيستم لنادي الزمالك صح من اول ما بدا الموسم لحد نهايه الموسم. الله يكون في عونك، مستني منك الكتير الموسم القادم، مستني ان نادي الزمالك ده ياخد بطولة ابطال افريقيا. رسالة لعيبة نادي الزمالك، اسعدتونا وشرفتوا جماهيركم وعملتوا اللي حضراتكم تقدروا عليه، ومستني منكم المزيد الموسم القادم، ومستني بطولة ابطال افريقيا، البطولة اللي ما شفتهاش في حياتي، ونفسي ان انتوا كجيل وككواليتي تحققوها السنه دي. انا اللي سعيد ان انا بيتي ابلكيشن نادي الزمالك، كان حلم جمهور نادي الزمالك ان يبقى عندنا ابلكيشن اسمه الزمالك، وانا سعيد ان انا جوه ابلكيشن نادي الزمالك.